سلام 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 البنات ومرحبا بكم. اليوم كما جرت العادة راني رجعت لكم بواحد الوصفة اللي هي كسرة تاع الفرينة ولا فطيرة، كل واحد وكيفاش يسميها على حسب المنطقة. شوفوا، نقولوا بسم الله ونبداو الوصفة تاعنا. هذه تقدريها ديريها للصباح ولا ديريها العشية لقهوة العصر. يلا نبدأ بطريقة التحضير مباشرة. قبل هذا الشيء لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس دائما ليصلكم كل ما هو جديد. هنا درت ربع كيسين تاع الفرينة، ندير نص كاس تاع الزيت، نفس الكاس اللي اعتمدناه للفرينة نعتمدوه للزيت. ملعقة صغيرة تاع السكر، نص ملعقة صغيرة خميرة الخبز. نخلطوا هاد المكونات جيدا، من بعد نزيدو الزيت، نزيدو الزيت، نبسو هاد الفرينة مع داك الزيت جيدا. ما ننسوش هنا الملح وتلمي بالماء. بعد ما بسست نديرو كمية تاع الملح حوالي ملعقة صغيرة، وهنا نزيد الماء تدريجيا. انا ندير هذا الكاس كامل ونشوف، ورانا نخلطو بهذه الطريقة. انا هنا درت لي حوالي كاس ونص تاع الماء. هنا البنات نعجنها مدة حوالي 2 دقائق كما راكم تشوفوا فيا. هذا هو القوام. مدة 3 دقائق ولا 5 دقائق كافية. شوفوا البنات، بعد ما عجنتها لمدة حوالي 5 دقائق نديرها كويرات بهذه الطريقة. ها البنات جاتني 3 خبزات كبار، ما حبيتش نصغرهم، حبيت نكبرهم. شوفوا البنات هنا نخليهم مدة حوالي نغطوهم ونخليهم مدة حوالي واحد 20 دقيقة ولا 10 دقائق. روحي كملي خدمتك وروحي حليهم وطيبيهم. ها البنات نعطيكم تاني فكرة، نقدر نعطيكم فكرة. انا عندي ساشيات، تفكرت بلي عندي ساشيات. شوفوا ديروها في الساشيه احسن، اللي عنده الساشيات اللي ما عندهش بنات. الكسرة تاعنا ولا الفطيرة ما فيهاش خميرة الحلويات، فيها غير خميرة الخبز. شوفوا العجينة تاعي بعد ما ريحت، هذه هي. شوفوا ما شاء الله عليها. ندير شوية تاع الفرينة ونبدا نحل. شوفوا معايا جبنا الحلال ونحلها بهذه الطريقة. من بعد نديرها في الطاجين ونثقبها بالفرشيط. بعد ما حليتها نديرها فوق الطاجين ونثقبها ونطيبها. راني درتها فوق الطاجين، دركا دوك نثقبها باش طيب. راني ثقبتها نخليها طيب، بعد تشوفوها جاهزة ان شاء الله. شوفوا معايا البنات، هذا هو الشكل النهائي تاع الكسرة تاع الفرينة ولا الفطيرة تاع الفرينة تاعي لنهار اليوم. ما شاء الله جات تذوب في الفم. شوفوا معايا فقط نوريكم كيفاش جاتني، ما شاء الله عليها. جربوها لقهوة العصر، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفات اخرى جديدة باذن الله تعالى. السلام عليكم.